السلام عليكم ومرحبا بالجميع، كيف حالكم يا جيفيز؟ اليوم قبل ما أبدأ العمل اللي راح أعمله اليوم راح حبيت أوريكم الخاتم اللي عملته بالصلصال الحراري اللي أنا ببيعه حاليا. عجبني مرة الخاتم فقلت أوريكم إياه. عملت الكيك رول اللي وريتكم إياها في فيديو أول، بس المرة هذه حطيت عليها كريمة وكرز وقطع بسكويت صغيرة مرة سو كيوت. مرة عجبتني صراحة، فحبيت أوريكم شكله لأنه مرة حلو. الختم الثاني والله لقيته في واحدة بتبيع صلصال فشريته منها، مرة عجبني، بس كمان حبيت أوريكم إياه. يلا نبدأ. المرة هذه راح استعمل الشنطة اللي أنا ببيع منها الصلصال الحراري. هذه الشنطة فيها راح استعمل منها كل الألوان اللي حتشوفوها اليوم. راح استعمل هذه الألوان، راح استعمل لون البيج، راح استعمل لون بني، ولون أبيض، وكمان راح استعمل اللون البينكي والأخضر عشان الزينة. راح أعمل إن شاء الله اليوم كيكة. راح استعمل فيها راح استعمل أداة الإبرة، أداة التنقيط، أداة اللي هو المشرط، وكمان راح استعمل الرولر. طبعا مهم مرة الرولر في هذه المرحلة من العمل، وكمان راح نستعمل اللي هو مصاصة. راح الكيكة سهلة جدا، مرة سهلة جدا الكيكة. أول شيء راح تاخذ الصلصال البيج أو لون الكيكة اللي تبغيه، فأنا حبيت تكون فانيليا وتكون فانيليا فاتحة. وشنطة الصلصال فيها ألوان كثيرة، فلون البيج الفاتح موجود ولون بيج غامق موجود، فأنا راح استعمل اللون الفاتح منها. راح استعمل جزء مرة صغير لأن أبغى الكيكة تكون مرة صغيرة، فراح استعمل هذا الحجم، وراح أقصها من النص، وكمان بعدها راح ألفها في يدي علشان يطلع شكلها دائري، وكمان يصير الصلصال لين وطري أطرى من الشكل اللي هو عليه عشان يصير سهل في التشكيل. بعد كده راح أستعمل الرولر في إني أمدها، وراح يكون شكلها دائري. أبغاها تكون زي الكيكة، بس أبغاها تكون شوية نحيفة علشان أبغى أعمل طبقتين من الكيك أنا. راح اخذ الجزء الثاني كمان راح اعمل فيه نفس الطريقة. راح الفه اول شيء الفه في يدي، بعد كذا بالرولر، وكذا صار عندنا قطعتين من الصلصال البيج، راح يكون هو الكيك حقنا. مرة سو كيوت. طيب بعدها راح اجيب الصلصال الابيض، راح افك الكيس عنه، وراح أقص منه جزء مرة صغير علشان هو راح يكون حشوة الفانيليا اللي جوا. حبيت أعمل كريمة فانيليا لأنه مرة أحب الشوكولاتة بكريمة الفانيليا، فحبيت أعمله. راح أخذ شوية كمان منه، وراح أول شيء أعجنه في يدي، بعد كده راح ألفه بشكل دائري عشان يصير كورة. بعدها كمان نفس الشيء راح أجيب الرولر وألفه وأمده بالرولر، فراح يطلع معي حجم مرة مناسب علشان يكون اللي هو حشوة الكيكة. راح أول شيء أجيب الطبقة الأولى أحط اللون البيج، بعد كده أحط لون أبيض، بعد كده راح أحط البيج مرة ثانية، وبكده صار معنا شكل الكيكة خلاص جاهز. مرة صارت جاهزة ومرة صار شكلها حلو، تحسي خلاص كده جاهزة. بعد كده راح ألفها على السطح اللي أنا بشتغل عليه علشان يصير شكلها متوازن من كل الأطراف. بعد كده راح أجيب اللون البني وأقص منه شوية بعد ما أشيل الكيس. راح أقص منه شوية، راح أمده نحيف كثير علشان يكون هو الكريمة اللي فوق الكيكة. راح نتعامل معاه زي الفوندنت. راح نحط أول شيء شوية من فوق، بعد كده من الأطراف زي الفوندنت بالضبط. راح نعديه من الأطراف ونتأكد إنه لاصق من كل النواحي. بعد كده راح نجيب المشرط ونقص بشكل دائري كل الزيادة اللي احنا محتاجينها من الصلصال، وراح احطه كله في جهة واحدة عشان لا ينخلط مع الصلصال الثاني. لازم ننتبه انه الصلصال اللي هو زيادة ما يندمج مع صلصال ثاني عشان يظل الصلصال حقك نظيف
وما في أي لون زيادة غير عن اللون اللي هو اللون حقه يعني. بعد كده راح ننعم الأطراف بيدنا. ندخل كل الأطراف الزايدة إلى جوا تحت الكيكة، ومن هذه الجهة اللي هنا راح نعمل الأطراف علشان تكون الكيكة من الجوانب كلها ناعمة. أول شيء راح نلفها على هذا، طلعت معايا كذا هوا، مو مشكلة، تشيليها بأداة الإبرة وتكملي مرة ثانية. تجيب أداة التنعيم وننعم الأطراف أو وجوانب الكيكة. بعد كده راح نلفها ثاني على السطح اللي احنا نشتغل عليه، راح نلفها مرة ثانية عليه علشان يطلع شكلها مرتب ونظيف من الجوانب. بعد كده راح نجيب جزء صلصال مرة صغير ونمده بأداة بالرولر. بعد كده نمده مرة نحيف عشان نغطي فيه الكيكة من تحت. بعد كده بالمشرط نقص الزيادة. أهم شيء يكون شكله مرتب ودائري من تحت عشان حنعمه، فمو مشكلة الشكل اللي يطلع معنا، بس لأنه حنعمه في النهاية وخلاص يختفي الشكل القص أو المشرط. بعد كده راح ننعمه أول شيء بيدنا، وإذا ما نعم معاكي تستعملي أداة التنعيم وتنعميه كمان زيادة. صارت الكيكة معنا جاهزة. راح نجيب أداة التنقيط ونحط نقطة في النص عشان لما نجي نقص زي كذا يكون الكيكة دائما احنا نقص من النص، ما يطلع شكل الكيكة غلط لما نقصها. قصنا الكيكة وشكلها طلع مرة حلو، مرة حلوة، عجبتني، حبيتها بعد الشغل كله هذا يطلع معك شغل مرتب زي كذا. مرة حبيته، والصلصال هذا من جد طري، والألوان حقته مرة حلوة. بعد كده راح أجيب أداة الإبرة وأعمل تأثير الكيك. أنا عملته قبل فترة في فيديو الكيك رول، بس هنا قلت لكم هعمله على شكل أكبر. هنا على شكل أكبر واضح تشوفي كيف عملت الكيكة وكيف عملت تأثير الكيك بأداة الإبرة. جدا سهل. أول شيء حتنقطي بالإبرة نقط زي ما انت شايفة. بعد كده حتلفي الإبرة بشكل دوائر صغيرة مرة، تشيلي منها الصلصال وتشكلي شكل الكيك. مرة شكله سو كيوت ومرة حلو. أول مرة حتحسي شوية صعب، بس بعد كده راح تحسي إنه من جد ممتع، وراح تنبسطي من جدا فيه. أنا حبيته مرة، فعملت أول شيء الكيكة من جوا كلها. وبعد كذا راح تشوفوا كيف هعمل الجزء الثاني من الكيكة اللي هي القطعة الصغيرة اللي حنشتغل عليها اليوم. بس حبيت في البداية أوريكم شكل التأثير الكيك كيف ينعمل بشكل أوضح. دحين حتشوفي كيف عملته في القطعة الصغيرة من الكيك. كمان نفس الشيء، راح تجيبي أداة الإبرة تنقطي في البداية، بعد كذا راح تلفي بشكل دائري ويطلع معك شكل الكيك. من جد سهل يا تشيبيز، ومرة بسيط وحبيته. ومرة فيديو صور كثيرة جاتني من الكيك رول اللي عملتوها يا تشيبيز، مرة عجبتني. طيب هنا دحين شفتي كيف صار شكل الكيكة، مرة سو كيوت. راح نجيب الصلصال البينكي كمان شلنا عنه الكيس، فراح استعمل منه مرة شوية عشان اعمل الوردة. انا الوردة عملتها قبل كذا في اكثر من فيديو، وفي فيديو جاهز كامل بس ليها كيف عملت الورود. فراح احط لكم الرابط هنا تشوفوا كيف عملت الوردة، لانه خلاص انا عملتها قبل كده وما ما في شيء جديد تتعلموه في طريقة عمل الوردة. وكمان راح اعمل اوراق. ففي الفيديو هذا مرة كان يهمني انكم تشوفوا كيف ينعمل الكيك اهم شيء. بعد كذا تزيينها هذا شيء من جد يرجع لك. فانا حبيت من جد انه احط عليها اليوم اوراق، لانه وريتكم من قبل كيف يتعمل الاوراق، واعمل عليها كمان وردة لانه كمان وريتكم شكل الورود قبل كذا. لانه فعلا تزيين الكيكة شيء مرة ممتع، وشيء ذوق خاص لكل واحد فينا. انا احب الكيكة اللي عليها وردة وكمان اللي عليها اوراق، فعملتها. ثبت الوردة، قصيت الجزء الزايد منها، وطلع شكلها مرة سو كيوت، مرة طلعت حلوة، مرة حبيتها. وهذا الصلصال من جد طريقة تشيبيز، ومن جد سهل التعامل معها، ومرة حلو. بعد كذا راح نخبزها في الفرن. أول شيء راح نجيب صحن بايركس نحط فيه ورق الزبدة زي كذا. هذا ورق الزبدة أنا قصيته على حسب حجم البايركس الصغير اللي عندي،
وراح اخبزها في فرن عادي. دائما يا تشيبز بتقولي واحدة بس انا ما عندي فرن الصلصال. اي فرن يا تشيبز عندك في البيت، اذا كان مئوي او فهرنهايت. فهرنهايت درجة حرارة الفرن الين 500، مئوية يمكن الين 300 تقريبا. فعندكم هنا طريقة الخبز ومدة الخبز كتبتها لكم يا تشيبز علشان دائما بتسألوني، فأنا كتبتها المرة هذه قدامكم عشان مش بس أقولها، كمان تشوفوها قدامكم. تخبزيها على درجة حرارة فرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 275 فهرنهايت، 130 مئوية، عشان أقولها. وبعد ما خلصنا منها خبزناها، بردت معانا وطلع شكلها سو كيوت. أنا ما حطت فيها المرة هذه أي سلك أو حديدة، حبيت إنها يصير شكلها زي كذا علشان إن شاء الله راح أعملها خاتم زي ما عملت الكيك رول حقتي اللي شفتوها على الخاتم اللي لبسته في أول الفيديو. أنا مرة عجبني يا تشيبيز، وشكرا لكل اللي طلبت صلصال. شكرا لكم مرة يا تشيبيز، أنا مرة مبسوطة فيكم، مبسوطة إنه الصلصال من جد عجبكم. من جد أتمنى دائما يا تشيبيز إنه يعجبكم كل شيء أقدمه في ميني كلي فاكتوري، وإن شاء الله راح تكون أشياء جديد أكثر وأكثر في ميني كلي فاكتوري. شكرا جدا لكم يا تشيبيز، وشكرا مرة للمشاهدة. كانت معكم مايا من ميني كلي فاكتوري، ومع السلامة.